منين ربنا بيحبني ومنين بيبتليني ويعذبني؟ ازاي يكون الحب واقف عند نقطة ابتلاء؟ عمرك صحيتي في يوم وسألتي نفسك ليه كل ده بيحصل في حياتي أنا؟ بعد ما فضلت 3 سنين كاملين تحت ضغط وابتلاء ومشاكل ووجع وفقد وأمور كتيرة قوي مش عارفة أحلها، كنت دايما بسأل نفسي امتى هوصل لآخر الطريق الصعب قوي ده، وامتى هشوف النهاية، امتى ربنا يرفع عني الابتلاء. وبعد ما الفترة دي عدت ونفس الشخص اللي كان بيقول ليه وامتى، على الرغم ان هي فعلا ما كانتش فترة قصيرة ابدا، بس انا فهمت حاجة مهمة جدا: الابتلاء مش دايما بيكون عقاب. ايوه، زي ما انت سامعة كده، نفس الشخص بيقولك الكلام ده. اوقات كتير بيكون اعادة تشكيل كاملة لحياتك وشخصيتك وتأهيل لفترة جاية. الفيديو ده غير أي فيديو سمعتيه في حياتك، بجد مش هتكلم كلام ديني محفوظ سمعتيه الناس تقولك صلي وصومي ومش عارفة ايه وانتي ستيل مش عارفة توصلي لأي حل. أنا جاية أكلمك من واقع تجربة أنا مريت بيها. بصوا، خلينا نكون متفقين إن مفيش أي ابتلاء هيترفع عنك إلا لما تتعلمي الدرس. طول ما انتي عند نقطة ان انتي الدرس بيحاول ان انتي تتعلميه وانتي ثابتة مكانك مش عايزة تتعلميه، عمره ما الابتلاء هيترفع. ودي كانت اول نقطة بجد طلعت منها من فكرة الابتلاء اللي انا عشت فيه او الكوارث اللي كانت بتحصل في حياتي على مدار 3 سنين فاتوا، ان مفيش ابتلاء هيترفع غير لما تتعلمي الدرس. وده في الأصل كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك الدرس أو بيأهلك لفترة جاية انت مينفعش تدخليها أبدا وانت ما تعلمتيش من اللي فات. المفترض ان الفترة الكويسة اللي انت هتدخلي فيها في حياتك عايزة شخص على قدر عالي من المسؤولية، عايزة شخص على قدر عالي من الصلابة النفسية، عايزة شخص على قدر عالي من الهدوء والسلام والسكينة. ما ينفعش أبدا تدخليها وانتي كنتي بشخصيتك القديمة أو بالعقلية القديمة. أول ما هتبتدي فعلا فعلا تتعلمي الدرس هتبتدي تلاقي الدنيا زقتك للمرحلة الجديدة. تعرفوا ان قبل ما ادخل في المرحلة دي واخرج منها كنت دايما اسمع فكرة ايه؟ ربنا لو حب عبد ابتلاه. كنت اقف بقى عند النقطة دي تحديدا واتجنن: منين ربنا بيحبني ومنين بيبتليني ويعذبني؟ ازاي يكون الحب واقف عند نقطة ابتلاء؟ ازاي يكون الحب واقف عند نقطة تعذيب؟ ما هو الابتلاء ده لما بيأثر على الإنسان مننا قد يتحول لنقطة تعذيب، قد يصل فعلا بالإنسان لحد وليعوذ بالله الحد وكفر. فكنت بتشل اللي هو ازاي حب يكون موازي لابتلاء، لحد ما فضلت ألف في الدايرة دي سنين وسنين وسنين لحد ما استوعبت إن في الأصل اللي بيحبك عايزك تكون قريب منه، صح؟ ومش قريب بشرط، مش قريب بأسباب، ومش قريب لاجل خاطر حاجة معينة. بمعنى ان احنا دايما لما بيحصل عندنا ابتلاء او مشكلة في حياتنا او ظروف سيئة في حياتنا بنروح نصلي وبندعي وبنقرأ قرآن وبنقول أذكار، مش لاجل خاطر القربة او مش لاجل خاطر المحبة، ان انا رايحة لربنا سبحانه وتعالى حبا في القربة من الله سبحانه وتعالى، ولكن بنروح علشان انا مش كويسة وعايزة اكون كويسة. في الاصل بنروح علشان احنا عايزين مطالب اكتر ما بنروح ان احنا رايحين فعلا فعلا قربة. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم كمان مرة، انا فعلا 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 ما وصلتش لفكرة الخروج غير لما وصلت لنقطة العبادة من اجل القربة مش من اجل زوال الابتلاء. كنت بقرأ سورة البقرة لمدة 2 في حياتي، قسما بالله العلي العظيم لمدة 2 في حياتي، وانتوا كلكم عارفين قد ايه ان سورة البقرة مرهقة. مش جاي اقولك قد ايه ان انا كنت بعمل انجاز انتي مش قادرة تعمليه. سورة البقرة كنت فعلا فعلا بقرأها بطلوع الروح، تمام؟ فعلا فعلا كنت بوصل لقمة الأذى فيها وقمة المحاولة فيها. قعدت أقرأها لمدة 2 في حياتي، مفيش اي تغير خالص حصل في حياتي. ولكن انا لما كنت بروح لسورة البقرة اتوضى واقرأ سورة البقرة، كنت بقرأها علشان انا عايزة ربنا، يعني انا عايزة الابتلاء يترفع عني، تمام؟ عايزة يحصل 1 و2 و3 ويجيلي 1 و2 و3. فكان طول الوقت الفوكس بتاعي وانا قاعدة بقرأ سورة البقرة امتى بقى المشكلة دي هتتحل عشان اوصل للنقطة دي، بغض النظر عن ذكر ايه النقاط، تمام؟ والله العظيم كمان مرة ما وصلتش لنقطة الحل
غير لما رحت عند سورة البقرة وبقرأها قربة لله تعالى، مش رغبة في حل نقطة معينة. سر من أسرار الخلاص عندي، وهو أصلا برضو في نفس الوقت أكتر ما هو سر، هو سبب. لازم تكوني فاهمة الابتلاء بيجي لنقطة إن انت لازم تستصغري الدنيا، أو الدنيا تبقى صغيرة قوي في عينك. لمجرد ما ده بيحصل بجد بجد بتلاقيكي اللي هو أصلا مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إن أنا أوصل لقمة الحزن ده عليها، ومفيش حاجة توصل لقمة التمني ده. ساعتها يا جماعة عارفين اللي هو جاتلي لحظة إدراك إن ممكن يكون الابتلاء هو مجرد تهذيب للنفس، إن انت توصلي لنقطة من السلام ما كنتش تتخيليها أصلا. هو هتكوني متخيلة إن أنا طالعة أتكلم معاكي باللا منطق، بمعنى إن ديننا عمره ما كان بيلغي المنطق، ولكن الفكرة إن في ناس فعلا بتحاول توصل إن الدين بيلغي المنطق. فهميني بالله عليكي، إيه الحكمة وإيه الممتع وإيه الشيء الجميل في إن أنا أخسر حاجة أنا كنت عايزاها، أو أفقد حاجة أنا كان نفسي فيها؟ مفيش أي حاجة حلوة في الموضوع، تمام. ولكن فعلا بعد ما بتخرجي، أو أنا بلاش إنتي، أنا بعد ما عدت أيام وليالي وسنين تجاه الأشياء الكوارث اللي حصلت في حياتي، تجاه الأمور الكتيرة اللي تعطلت، تجاه الخسائر الكتيرة اللي حصلت في حياتي، عارفة ان انتي بتوصلي لفكرة تنوير البصيرة. قسما بالله العلي العظيم بقيت أقول يا رب لك الحمد، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، إن ما حصلش اللي أنا كنت عايزاه في الفترة دي. انتي متخيلة؟ بمعنى إن هي بجد أنا دلوقتي بقيت في بوزيشن، أو بقيت في وضع أنا فعلا ما كنتش أتخيل إن أنا أخطط له حتى. الحمد لله قدر من الاستقرار في حياتي، قدر من الاستقرار في شغلي، قدر من الاستقرار النفسي جوايا. عمري ما كنت أقدر أتخيل إن أنا أصلا ممكن أوصل لكده، تمام. كان نظرتي الإنسانية أو نظرتي البشرية محدودة قوي. كنت كأني قدامي طريق طويل قوي، سكة سفر طويلة قوي تاخد سنتين، تمام. أنا كنت شايفة أول يوم بس منها ومكنسلة على باقي الأيام. كأن عقلي فعلا أو عينيا ما كانتش شايفة غير أول خطوة بس قدامها، والباقي كله مجهول بالنسبة لي. فعلم الله سبحانه وتعالى، أنا بصي أنا بكلمك من باب تجربتي أنا الشخصية، من باب حياتي أنا الشخصية، مش من باب إن أنا لسه قاعدة في البوزيشن أو في الوضع بتاع المشكلة وقاعدة بحلل نفسي وليكي وبقول كلام إيجابي ولسه أصلا مفيش حاجة حصلت. لا، أنا فعلا بقيت عند النقطة اللي أنا واقفة فيها بقول الحمد لله، الحمد لله إن أنا مريت بالأيام الوحشة دي، والحمد لله إن أنا ما حصلتش على الحاجة اللي أنا كان نفسي فيها في هذا التوقيت. لأني لو كنت حصلت أو كنت وصلت للحاجات اللي أنا كنت فقدتها كلها، ما كنتش هحاول، ما كنتش هخش في منطقة خطر، ومنطقة الخطر دي هي اللي وصلتني لنقطة الاستقرار الحمد لله اللي أنا فيها. فأوقات الإنسان فعلا في الوقت المحدود اللي كان فيه كنت دايما بعيط بحرقة قوي في صلاتي، اللي هو عمري ما قلت ليه، عشان على الأقل في أدب في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، على الأقل عمري ما قلت ليه. ولكن كنت دايما اللي هو أنا محتاجة يطمئن قلبي، يعني أنا محتاجة أعرف النتيجة اللي هنوصل لها بعدين ايه. بس انا فعلا محروقة، يعني اللي هو انا محروقة على كم الحاجات اللي بفقدها وكم الخسائر اللي بتحصل في حياتي مع وجود المحاولة ومع وجود السعي ومفيش اي نتائج. ولكن بعد مرور الفترات دي كلها استوعبت ان فعلا مفيش حاجة بتتاخد منك غير ان هي فعلا ما كانتش هتبقى بمقدار السعادة اللي مخك متخيله. هتقولي يا ستي يا ريتها كانت جت وانا كنت راضية. بجد بجد يا جماعة في حاجات فعلا السعادة بتاعتها بتكون سعادة مؤقتة، سعادة محدودة، لمجرد حصول الإنسان عليها هي بتتحول لنقمة مش نعمة. فأنتي دايما لازم تكوني مستوعبة نقطة زي دي، ان فعلا مفيش حاجة اتخذت مني في مرحلة ما غير وانا حاليا في الفترة دي بقول الحمد لله ان هي اتخذت، الحمد لله ان انا يعني فقدتها علشان ابقى اللي انا عليها دلوقتي. لو في حاجة مهمة جدا محتاجة اقولها في اخر الفيديو ده وتفضل مسمعة في ودنك وتسيب فعلا اثر لأي واحدة دخلت شافت او اي واحد دخل شاف الفيديو ده، بجد يا جماعة الخلاص في ان انت تركزي على الاستفادة من الدرس بتاع الابتلاء، تركزي في ان انت تحصلي على القربة من الله سبحانه وتعالى، تركزي فعلا انا المطلوب مني ايه في الابتلاء ده،
لما هتوصلي لنقطة ان انتي فهمتي الدرس، فهمتي الحكمة، قدرتي تستفادي من المشكلة اللي حصلت في حياتك من غير اي تركيز على امتى هنخرج، صدقيني بجد ساعتها في اقل فترة ممكن تتوقعيها الحل هتلاقيه ما بين ايديكي.